هل ممكن طائر لطيف وجميل زي الطائر اللي احنا شايفينه ده يعمل لنا مشاكل في الرئة ويؤدي إلى الوفاة؟ الأستاذة سارة من الناس المحبة للطيور جدا وبتربي طيور على طول، فمرة جابت حمام وربته عندها في البلكونة، وبعد فترة بسيطة جالها أعراض شديدة تنفسية، نهجان وكحة وضيق في النفس. راحت المستشفى لقيوا عندها التهاب رئوي عنيف، وده بنسميه التهاب رئوي متعلق بالطيور اللي هو ال HP اللي هو الهايبر سنسيتيفيتي نومونايتس. التهاب رئوي لتعرض الرئة لألرجين أو لمواد بيولوجية يعني حيوية، والجسم تفاعل معاها بتفاعل غريب جدا مناعي دمر الرئة وما فيها، بحيث ان الرئة مش قادرة تأدي وظيفتها. يعني عندنا تليفات للرئة دي امراض كتير جدا، ولكن ده سكوب واحد من تليفات الرئة، ولكنه عنيف جدا جدا جدا، ادى الى ان الاستاذة سارة اتحجزت في المستشفى واتحطت على جهاز تنفس صناعي وما قدرتش تنجو من هذا المرض العنيف. وللاسف المرض ده مش عارفين مين اللي هيحصل له هذا المرض، يعني مش كل الناس اللي بتربي طيور بيجرى لهم كده، لكن عارفين حاجه واحده بس: لو تعرضت لهذا الامر وتشخصت ان انت عندك حساسيه من الطيور لازم تبعد كل البعد عن هذه الطيور. في الاخر بقول ان الالتهاب الرئوي ممكن يجي لك بدون اي سبب، يعني ممكن تتعرض لطيور، تتعرض لاي حاجه يجي لك التهاب رئوي، والسبب فيه بيكون مناعتك وليس الحاجه اللي انت تعرضت ليها، لان معظم الناس بتتعرض للحاجات دي وما بيجرى لهمش اي حاجه. ودي حاجه تتجلى فيها قدره ربنا، يعني ممكن واحد ما عملش اي مشكله يحصل له هذا الامر، ما تعرضش لاي ميكروب ويحصل له هذا الامر، ومفيش سبيل واضح للوقايه من هذا الامر. فلازم يكون عندك يقين ورضا، لان اللي هيكون واللي مقدر هيحصل كده كده. والسلام عليكم.